ليه انا بحب برنامج ديدي اكتر وبشتغل على الرحلات القصيره ولا الكبيره؟ من ناحيه الرحلات القصيره والكبيره انا بحب الرحلات القصيره، لان لو انت مثلا شغال ديدي ففيها فيها بونص اكتر. بعيدا عن ديدي، لو شغال حتى اندرايف، الرحلات القصيره بيبقى فيها تيبس، فيها فلوس اكتر. يعني كيلو في الرحلات القصيره ممكن يوصل ل 10 و12 جنيه، لكن الرحلات الطويله مستحيل ان يوصل كده. فانت في وقت قصير بتعمل كيلو ثمنه اعلى، وبتعمل رحلات كتير ففيها تبس اكتر. فعموما لا، الرحلات القصيره بفضلها. بالاضافه ان احنا عندنا في اسكندريه هنا المسافات مش كبيره. لو رحله طويله هتبقى هتطلعك في اطراف المدينه. فالافضل عندي في اسكندريه هنا الرحلات القصيره. طبعا لو جات لي رحله كبيره وسعرها حلو بقى ماشي، لكن في الغالب اغلب رحلاتي كلها رحلات قصيره. طيب بالنسبه لموضوع بحب ايه اكتر، هو انا بستريح للتعامل لدي عشان في كذا ميزه. يعني زي موضوع ان الخريطه بتاعته احسن. لما اندرايف كان عامل خريطه، الماب بتاعته كانت حلوه، كان بيفتح كانها جوجل ماب بالظبط. بس ما اعرفش هم لغوها ليه. بردك دي في موضوع البونص، في زيرو عموله، في الانتظار. وغير الانتظار كمان في إيه تاني حلو، في المحفظه. وغير كمان المحفظه في رسوم الالغاء، فبتحس ان في تقدير شويه. غير الدرايف ممكن تروح عند العميل ويلطعك وفي الاخر يكنسل، ولا خدت انتظار ولا خدت حتى رسوم الغاء. فبحس، وغير كده بحس ان عميل دي انضف شويه من اندرايف. وبالنسبه لي بحس ان اندرايف اسعاره واقعه. بس حاجه تانية، مش دايما ببقى شغال ديدي. يعني انا كنت الاول قعدت فتره طويله شغال ديدي في الصيف يعني، وبعد كده لما بدا موسم الصيف ينتهي دي يوقف موضوع البونص خالص او قلله جامد جدا. تدريجيا انا بفتح الابلكيشنين مع بعض، فاللي بلاقي تسعيره احسن بشتغله. قعدت فتره طويله لغايه مثلا من يومين كده كان اندرايف هو الاساسي معايا، ودي باخد بسند دي جنبه لما اكونش لاقي في شغل مثلا بفتح الاثنين مع بعض. لكن كان اندرايف الاساسي، وكذا مره اخد بونص من اندرايف اللي هو لما تعمل مش عارف تسعير رحله او حاجه زي كده. دايما مش عارف كل فتره بينزل زي مثلا يقول لك اعمل 40 رحله وتاخد 180 جنيه، حاجات زي كده. خدت منه كذا مره بونص. طبعا البونص ده لازم تستخدمه في كعموله، ما بيدولكش تاخده. ايه تاني؟ اه انا فضلت شغال اندرايف لغايه من يومين، يوم الاربعاء الصبح. فوجئت الصبح ان انا معيش المديونيه، عدت ال 200 جنيه فوقف. فمضطر ان انا اشتغل ديدي. الغريب بقى ان انا اشتغلت ديدي الاسعار عاديه زي هي، بس عملت كام رحله وفوجئت ان جالي بونص 50 جنيه. وبعد الدور اشتغلت برضك كام ساعه، لقيت نزل لي 10 جنيه. ففتحت يوم الخميس الصبح لقيت 60 جنيه بونص نازلين لي. المهم قلت ايه، امبارح يوم الخميس كنت مزنوق عندي مشاوير كتير، فكل اللي اشتغلته بالظبط ساعة ونص الصبح وساعتين ونص بعد الظهر، حوالي 4 ساعات. اليوم كان غريب امبارح. اول حاجة الصبح وانا شغال نزل لي بونص 50 جنيه. طبعا ما بينزلش في وقتها بينزل تاني يوم. بس نزل لي بونص 50 جنيه في وقت قصير جدا. انا فعليا ما عملتش الرحلات دي كلها، مش عارف المفروض تعمل 8 رحلات او حاجة زي كده وعشان ينزل لك البونص. انا ما عملتش الرحلات دي، كنت كل ما اجي اقبل رحله، يعني تجي لي رحله فاعمل ان انا موافق عليها، ينزل لي البونص بتاعها حتى لو العميل ما قبلش الرحله. نفس الكلام في الساعتين ونص اللي بعد الظهر. يعني انا بدات اشتغلت من الساعه 6 لغايه الساعه 8 ونص بعد الظهر، عملت بونص 70 جنيه. يعني انا النهارده فاتح الابلكيشن الصبح الجمعه، نازل لي بونص 120 جنيه، وانا كل اللي اشتغلته 4 ساعات امبارح. وال4 ساعات دول كان اخر اليوم عامل 590 جنيه. امبارح فعلا كان يوم غريب. انا شغال الساعه 6 فتحت الابلكيشن، اسعار دي كلها رافعه بشكل غريب جدا. يعني الرحله الكيلو في 10، رحلات قصيره رحلات طويله كله الكيلو في 10. يعني الطويله طبعا دي بتكلم على 6 كيلو، مش طويله قوي يعني. والرحلات القصيره كلها ال 2 و3 كيلو اكتر من 10 جنيه، 11 جنيه او 12 جنيه. الكلام ده قعد بالظبط من 6 لغايه 8 الساعتين دول. وبعد كده وطبعا اندرايف بفتحه في نفس الوقت، مفيش اي حاجه ولا كأن في ريت عالي ولا الهوا، الاسعار زي ما هي. قعدت بالظبط ساعتين وبعد كده لقيت الدنيا ريحت مره واحده. ما اعرفش في مشكله في الابلكيشن ولا ايه، المهم ان هي مشكله حلوه يعني. بس في النتيجه ان انا رجعت اشتغل دي تاني اكتر من اندرايف بعد ما كنت قعدت مده طويله شغال اندرايف. فالموضوع على حسب بالاخر كده اللي يدفع اكتر. انا بلاقي هنا في رحلات ثمنها احلى، في بونص اكتر بشتغله.
يعني وبغير بسرعه، كل يوم بفتح الاثنين لغايه ما الاقي حاجه فيها كويسه باخدها. بس يلا السلام.